لكريم بصدمة وقلتله انا مستغربة، يعني النهاردة مش عيد ميلادي ولا عيد تحرير سينا، ايه المناسبة؟ قالي كل يوم بيعدي عليا وانا معاكي بالنسبة لي مناسبة. ضحكت بكسوف وقلتله انت عارف اني بحبك قوي. قالي ولسه في مفاجأة تانية. قلتله مفاجأة ايه؟ قالي التورتة دي جواها هدية ليكي. ولسه بقطع التورتة لقيت جواها خاتم احلى من اللي جابهولي قبل كده. فرحت جدا وقمت حضنته وخلص اليوم ووصلني لحد البيت. كنت طايرة من الفرحة، حرفيا غيرت هدومي واتصلت بمنى وانا طايرة من السعادة عشان احكيلها على كل اللي كريم عمله علشاني وقد ايه اليوم كان تحفة. قالت لي او ماي جاد حبيبة قلبي ربنا يرزقك. وضحكنا انا وهي وهزرنا وقفلنا مع بعض. وعدت الايام واتخرجت من المعهد، ولان كان صوتي حلو قوي وبعرف اعزف كويس كنت بغني في حفلات كبيرة وفي فنادق، واحيانا كنت بروح مطاعم. وطبعا كريم ما كانش بيفوت ولا حفلة وكان بيحب صوتي جدا، ما كنتش بسيبه حرفيا. ومنى صاحبتي ما كانتش بتسيبني في اي حفلة، كانت احيانا هي اللي بتعزف وانا كنت بغني. وفي يوم خلصت انا ومنى شغل ولقيتها بتقولي ايه بقى كريم هيجي يتقدم امتى؟ احنا اتخرجنا بقالنا سنتين يعني ومفيش اي جديد. قلتلها ما انتي عارفة يا منى مامته من ساعة ما عرفت اني بغني